وأتم علينا المحجة ورضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل الله وجعلنا الأمة الحنفاء خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله وإياكم في مستقر رحمته على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اعتدنا كل عام أن نجتمع في هذه المناسبة الكريمة نحتفل بذكرى شيخنا وسيدنا وأستاذنا الشيخ سيد سالم، عليه سحائب وشآبيب رحمة الله سبحانه وتعالى، وجزاه الله خيرا عن كل ما قدمه لنا من تسجيلات عطرت مجالسنا وزكت نفوسنا وطهرت أرواحنا وقربتنا من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي ما علمناه غاضبا أبدا لنفسه، هذا الرجل الذي ما علمناه ناطقا بكلمة إلا بالحق، هذا الرجل الذي كان عليه سمت القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركة ونحن في يوم الجمعة، في ساعة إذا قام عبد سائلا ربه سبحانه وتعالى من رحمته إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى وأجزل. وربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء وأن يردها صفرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرم نزله وأن يحشره مع أهل القرآن مع السفرة الكرام البررة، وأن يكون ممن صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن مأدبة الله، أي صنيع صنعه الله سبحانه وتعالى صنعا على عينيه وقدمه لعباده يأخذون منه الأخلاق، يأخذون منه المعاملات، يأخذون منه كل شيء حسن جميل. فما تكلم القرآن إلا بحق، وما تكلم القرآن إلا بأدب. وفي رواية أخرى: القرآن مأدبة الله. ومعنى مأدبة مفعلة من الأدب، يعني أن القرآن مليء بالآداب، يدعونا إلى الرحمة، يدعونا إلى التسامح، يدعونا إلى مكارم الأخلاق. وصدق الشاعر حين قال الإمام الشافعي رضي الله عنه:
أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأعفو عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. ومن تهيب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. هيا بنا إخوتنا الأعزاء نلتف حول مأدبة القرآن ومأدبة القرآن، نأخذ منها ما يسعدنا ويمتعنا. ومع شيخنا وأستاذنا الشيخ صبحي المالكي، فليتفضل مشكورا. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على مش الشيخ سيد بقى. الشيخ سيد اللي معلمنا يعني. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله